يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح الرضا والجمال والسكر، صباح المانجا، صباح القشطة، صباح السعادة والسكر الزيادة. قبل ما نبدأ الكلام يا حبايبي تعالوا صلوا على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. تعملي لنا ايه حلو النهاردة يا متغريد؟ هنعمل رز كشري وبيض وبطاطس وسلطة ومخلل وبتنجان، ما شاء الله كانت أكلة جميلة. دلوقتي بقى بانقي معاكم الرز. صحيت كان في طبقين في المطبخ، غسلتهم عشان المطبخ يبقى نضيف. طول ما المطبخ نضيف ما بشتلش هم اي حاجه. والوقت نقيت الرز وبعد كده هنقي معاكم العدس. لازم العدس انقيه عشان لو في اي حاجه احوشها على طول. في طنايه، في عفرايه، في حصوايه، اي حاجه لازم انقي العدس حلو. ونقيت برضو الرز حلو وبعد كده هقلبه على بعضه. وبعد كده هاسلق بطاطس. وكان الفطار النهارده كان جميل. الأكلة دي أيمن ابني عايز يعيش عليها. إن قلت لكم عايز ياكلها كل يوم والله ما هتصدقوني. ما بيزهقش منها أبدا. يا ابني أعمل مكرونة، أنا بحب المكرونة، يقول لي لأ عايز عدس. وبعد كده يا حبايبي هقلب الرز على العدس. انا بوريكم الطريقه واحده واحده، ما انا مانيش مستعجله، واحده واحده. وبقلبه معاكم وانا قاعده بنقيه. وبعد كده هخش المطبخ اقطع بطاطس حلو. اغسل البطاطس الاول وبعد كده اقطعها حلقات واعلق عليها. واحط لها شويه ملح وهدى عليها وتستوي براحتها وتاخد وتدي بشكل ودي. وبعد كده البطاطس هتستوي معانا واستوت. والوقت بقشرها، صفيتها حلو من المية وبقشرها. وما شاء الله كان فطار جميل والله العظيم، كانت احلى اكلة. احسن من السمك واللحمة والفراخ. وبعد كده هيبقى معايا شارية بيض وهسلقه برضو. انا بوريكم الخطوة واحدة واحدة. دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله ونترحم على امي وابويا وموتانا اجمعين يا رب العالمين. لان الوقت لسه بقشر معاكم البطاطس. ماشي يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. ربنا يجعلها سنه سعيده عليكم يا رب. تتحرموش من حد عزيز عليكم ابدا. وتفرحوا بعيالكم، ما تشوفوا فيهم حاجه وحشه ابدا. ويدوكوا طول العمر. ودي شكل البطاطس معايا. ماشي يا حبايب قلبي. وحشتوني، انا بحبكوا قوي. بحبك يا خوخه انت وكوكي. وكنت في السوق وجبت كيلو بتنجان. كيلو البتنجان ب15 جنيه. يا عم مش ب12 جنيه، مش ب10، مرضيش والله. قلت له خلاص ماشي. جبت كيلو وكنت جايبه بيض، البيضه ب6 جنيه. والوقتي هعلق على الرز عشان المغرب. الاكل ده احنا عاملينه قرب المغرب عشان يبقى ساخن. والوقت انا بغسل معاكم الرز مره واتنين وتلاته لغايه الميه بتاعته ما تنضف. ماشي يا حبايبي، زي ما انتوا عارفين انا على طول لازم اغسل الرز مره واتنين وتلاته. دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله. والوقت هغسله تاني واعلق على الاكل عشان يبقى ساخن. الاكله دي انا معلقه عليها حوالي الساعه 5. حمرت البطاطس الساعه 5:30. طبعا الاكله دي لازم تبقى سخنه. وبعد كده نزلت بالمية، والمية اما تغلي حطيت معلقة ملح وشوية كمون. لازم تحط شوية كمون عشان بيبقى طعمه جميل، بيديله نفس وطعمه جميل. وبعد كده هنزل بالرز. لازم الرز ابو عدس ميته ما تبقاش كتير عشان ما يعجنش معاكي. ماشي يا حبايبي. وبعد كده هقلبه اهو واستوى. والوقت ههدى عليه يتردد براحته وياخد ويدي بشكل ودي. وبعد كده الزيت لما سخن نزلت بالبتنجان. والوقت انا بقلب فيه. البتنجان ده تقوله صحي، كل ما اقلب واحده تتقلب الناحيه التانية، كل ما اقلبها تتقلب الناحيه التانية. هو في ايه يا ولاي؟ وبعد كده بحمر معاكم البتنجان وما يحمر هطلعه. واحمر البطاطس على طول عشان الاكل يبقى ساخن. وكنت مجهزه معايا دقه البتنجان. فقشرت فصين توم وقرن فلفل احمر وشويه ملح وشويه كزبره وشويه كمون. دي دقه البتنجان معايا. والوقت البتنجان هيحمر وهقوم مطلعه واعمل البطاطس على طول. وكنت عملت السلطه. ما شاء الله السلطه كانت جميله. بألف هنا يا رب الكل اللي كل منه. ربنا يخلي عيالي يا رب ما تحرم منهم ابدا. والوقتي هحمر البطاطس. شوف بقول لكم الطريقه واحده واحده. انا ماشيه معاكم واحده واحده. نزلت بالزيت وما الزيت يسخن هنزل بالبطاطس.
والوقت باحمّر معاكم البطاطس، وأمّا تحمر هاقلبها الناحية التانية، وهاعمل البتنجان واحدة، واحدة، الطريقة بتيجي لوحدها واحدة، واحدة. وبعد كده هانزل بالدقة بتاع البتنجان، وبعد كده هاقشّر البيض وهاحمّره. كل الأكل دي كان ساخن. ماشي يا حبايبي؟ دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله. وكان عندي في الفريزر كيس مانجا طلّعته. المانجا دي هي اللي نوعها صغيّر كده، ما أعرفش اسمها عويسي والّا ما أعرفش اسمها إيه. المهم كان عندي في الفريزر وقُلت أمّا أطلّعه. أو كل يوم عايزين تغيير في العصير، لا يا ماما أنتِ عملتِ عصير كذا النهارده، لا يا ماما اعملي كذا النهارده. كل يوم والله هُم اللي بيقولوا لي على نوع العصير، لا اعملي لنا كذا النهارده، لا اعملي كذا. والوقت أنا باقشّر معاكم المانجا، وبعد كده هافرمها في الخلاط. والوقت كنت عملت العصير ونزلت بيه في قلب الشفشق، وبعد كده هاصُبّه. كل يوم يطلّعوا لي كوبايات من قلب النيش. "أنتِ سايبة الكوبايات دي في النيش ليه يا ماما؟" يا ولاد سيبوها، يقولوا لأ، طلّعوا كوبايات من النيش. وطلّعوا الكوبايات من النيش، والوقت بنصُب فيها العصير. وبعد كده هاقوم مجهّزة الأكل على طول. طبعًا كنت عملت السلطة وجهّزت الأكل. ده شكل الفطار معاكم. إيه رأيكم بقى في الفطار بتاعنا النهارده؟ أكلة اقتصادية جميلة ما شاء الله، بألف هنا يا رب لكل اللي كَل منها. شايفين السلطة والّا البتنجان والّا البطاطس؟ بألف هنا يا رب لكل اللي كَل منها. دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله. فطرت ورُحت فين يا أم تغريد؟ رُحت عندنا عند الجماعة. أنا قايلة لكم الأخت بتاعة مصر هنا، أمّا بنتجمّع بنقعد اليومين مع بعض. بس هي كانت فترة برّه وأنا فطرت في بيتي. قُلت بقى أمّا هي تيجي من الفطار هاقوم رايحة لها. وهي اتصلت عليَّ قالت لي: "أنا عندي الجماعة تعالي يالّا." قُلت لها: "خلاص أنا جاية." طبعًا بقى تغريد طلعت فوق عند مرات خالها عشان يعملوا قطايف ويعملوا حاجات مسكّرة. قُلت لهم: "خلاص ماشي." وأنا قعدت مع أختي تحت. وما شاء الله الوقت عملوا الشربات، والوقت بيعملوا القطايف. وما شاء الله كان يوم جميل. طول ما أختي هنا بنتلم مع بعض، بنفضل قاعدين مع بعض. والله ما قُلت لكم باروّح الساعة 14:00 والساعة 15:00 والله ما هتصدقوني. ربنا يخلّيها لي يا رب أم كريم، وما اتحرم منها أبدًا هي واخواتي، أم مصطفى واخواته الصبيان. ربنا يخلّيهم لي يا رب. وكل سنة وأنتم طيبين، وربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب. ما تتحرموش من حد أبدًا. والوقت تغريد بقى عمّالة تقول لكم أنا شاطرة أهو باعمل القطايف أهو. عمّالة تحط فيها زبيب وجوز الهند وبتقفّلها. عايزة تعرّفكم اللي هي بقت شاطرة وقعدت بتعمل كل حاجة. البنوتة اللي شكل تغريد أو مخطوبة تقوم تشجّع يالّا وتشوف تغريد بتعمل إيه وتعمل زيّها. أهي بقت شاطرة وما شاء الله، قعدت بتعمل كل حاجة. إيه رأيكم بقى يا حبايبي؟ دايمًا على طول قُلنا نصلّي على النبي ونذكر الله. شاطرة يا تغريد اتشطّري، واحدة، واحدة هتعمل كل حاجة. هي لسه لها شوية في الطبيخ وتبقى أستاذة في الطبيخ. أنا على طول اللي باطبخ معاكم، بس هي واحدة، واحدة هتتشطّر وهتطبخ وهتعمل أحلى أكل. هي الوقت بقى ما شاء الله بتعمل القطايف وبتقفّلها. على طول هي بتبقى واقفة معايا في المطبخ وبتشوفني أنا باطبخ إيه وباعمل إيه، عشان تتعلّم وواحدة، واحدة هتطبخ وتعمل كل حاجة. أنا سايباها تتدلّع براحتها، أنا باطبخ. بكرة هتتجوّز وتطبخ وتعمل كل حاجة غصبٍ عنها. وهي برضك بتُقف معايا والله في المطبخ وبتشوفني أنا باعمل إيه، عشان تتعلّم وأمّا تتجوّز تبقى شاطرة وبتعرف تطبخ. والوقت هي لسه بتقفّل معاكم في القطايف. أنا باطلع أبُص عليهم وبانزل تاني، وأشوف البنوتة الصغيّرة حياتي اللي هي بنت أخويا. ربنا يخلّيها حتّة عسل، ما شاء الله ربنا يحميها يا رب. ويرضي كل واحدة بالذرية الصالحة. ويدّي وطبعًا كُلّه بقى على مشتاق طول بالذرية كنت الصالحة نازلة يا رب خدت البت اللهم الصغيّرة آمين. وخدت ودي شكل العيال القطايف ونزلت معانا تحت بعد في ما شقة خلصت. أبويا تحت. ما شاء أختي الله كانت لسه بقى قاعدة تحت يحمّروها واخواتي كلّهم، وبعد كده يحطوها في واتجمّعنا الشربات، تحت وفضلنا قاعدين. وهناكلها هُم بقى فوق سخنة بيعملوا اللي هُم وجميلة. بيعملوه، ما شاء وأنا الله والعيال دلوقتي مرات قاعدين أخويا تحت. نزلت وما بيها، شاء الله كان يوم وأنا زمان جميل قُلت لكم واللمة أنا حلوة. باطلع والله يا أبُص عليهم حبايبي وأنزل مش تاني، بالأكل، عشان قُلت لكم شايلة قبل البنوتة كده لا لا بالأكل بالأكل ولا عشان بالشرب. بتعيّط. كفاية وأمها الكلمة واقفة مع الحلوة، بنتي في الكلمة المطبخ. الطيبة. قُلت لها: ربنا "خلاص مش يخلّي قال إخواتي يا اشتري ما رب ما لكيش نحرم دعوة منهم بيها." أبدًا. ويخلّي كل واحدة لها إخوات ما تتحرم منهم أبدًا. ودلوقتي بقى إحنا قاعدين تحت عَمّا يخلّصوا. وطبعًا في فريق السَحَر فوق وفريق السَحَر تحت. فِلّ السَحَر فوق وفِلّ السَحَر تحت. ماشي؟ دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله. صلّوا على النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم كان جميل وقضّينا اليوم ما حسّيناش بيه. طول ما أختي موجودة الله يخلّيها ليّا يا رب ما تحرم منها أم كريم. ما حسّيناش بالوقت. بنبُص تلاقينا الراجل بتاع المسحّراتي بيخبّط برّه بيطبّل. واليوم عدّى بسرعة. إيه يا ولاد الساعة جت تنام بسرعة. كُنّا مروّحين كل واحدة مروّحة بيتها حوالي الساعة 14:00.
أنا قُلت لكم أختي بتاعة مصر دي والله أمّا بتيجي ما عايزة أسيبها، عايزة أفضل قاعدة معاها اليومين اللي هي قاعداهم. ودي شكل القطايف معانا، باطلع أبُص عليهم وبانزل، ألاقيهم يندهوا عليَّ أقوم طالعة لهم ونازلة تاني على طول. طبعًا يا حبايبي أنتم عارفين طريقة القطايف سهلة جدًا. بتمليها بس ما بتحشيهاش أوي عشان ما تفكش منِّك، بتحطي فيها الزبيب وجوزة الهند وتقفّليها حلو، لازم تتقفّل حلو عشان ما تتفتحش منِّك، وبتنزّليها تحمر، أمّا تحمر الناحية دي بتقلّبيها على الناحية التانية، وبعد كده بتطلّعيها مقصوصة وتقومي حاطاها في الشربات، وبعد كده بتقومي حاطاها في الأطباق، طريقتها سهلة وجميلة ما هياش صعبة. طبعًا أنا كنت قايلة لكم قبل كده تغيير راحة جابت الحاجة صابحة من السنبلاوين، ووقت ما بتعوز تطلّع بتطلّع من الفريزر وتعمل. والوقتي ما شاء الله بيطلّعوا من قلب الطاسة ويحطّوا في الشربات، وبعد كده هيطلّعوه في أطباق، وفي بقى اللي ياكل فوق ياكل، واللي هياكل تحت ياكل، اللي عايز ياكل في أي حتّة بياكل. ما أنا قُلت لكم قبل كده في فريق فوق وفريق تحت، وفريق السحّر فوق وفريق السحّر تحت. ما شاء الله ربنا يحمي العيال وإحنا، وما شاء الله ربنا يخلّي يا رب ويبارك. ماشي يا حبايبي، قُلنا دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله. الاشتراك في القناة، متابعين يا حبايب قلبي. ما تنسوش دايمًا على طول الاشتراك في القناة وتفعّلوا الجرس عشان ينزل لِك كل جديد، واللايك أهم حاجة زي ما أنا باقول لكم اللايك، ما تنسوش اللايك على طول والاشتراك. ويا ريت يا رب فيديوهاتي تعجبكم وتبقى خفيفة على قلبكم، وتدعموني أكتر وأكتر وأتشجع بيكم وتشجعوني وقناتي تكبر بيكم. وطبعًا زي ما أنا قُلت لكم لو في أي غلطة اكتبوا لي في التعليقات والله ما هازعل. أي حاجة طبعًا أنتم عارفين إن أنا لسه جديدة مش من زمان يعني فاتحة القناة. في أي غلطة اكتبي لي في التعليقات قولي لي يا أم تغريد أنتِ غلطتِ في كذا، وأنا مش هازعل منكم عشان أنتم اخواتي وصحابي وأهلي وحبايبي. وما شاء الله دي كان شكل القطايف بعد ما خلصت واتحطت في الشربات. التغريد عمّالة تاكل وتدوق أهي، شايفين بقى شكلها كان جميل، حاجة تفتح وطبعًا بعد ما خلّصوا مرات أخويا جهّزت سحور، جهّزت سحور إيه، بعتت جابت فول وطعمية ولانشون ومربى وما شاء الله. دي كان شكل السحور معانا، في اللي اتسحّر فوق وفي اللي اتسحّر تحت. مع السلامة يا حبايب قلبي هتوحشوني.